ستي، استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه، هما بقى يستنوني لحد ما اقبض؟ يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص، خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله، اخد من عندهم على الحساب، يقولوا عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام، طب ما هي دي الحقيقه، ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعيه بجد، انت والله العظيم ما طبيعيه يا ميرا، واسكتي احسن عشان هترفعي لي ضغطي. ميرا ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبه شويه، اعصابي بايظه. بقول لك ايه يا ميرا، انا عايزه اسالك سؤال بس ورحمه ابوكي ما تفهميني غلط. اسالي. ايه عايشه هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم؟ دي هانم، وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره يا حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. اه قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي قاعده في الفقر. اسيبكم يعني يا مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره. عارفه يا مروه، قبل بابا ما يموت بيوم كنت بفكر اقول له ان انا همشي، مش عشان انا مش عايزه اقعد معاكوا، لا، عشان اشيل من على كتفه وهني شويه. بس انا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندله. عارفه بقى انا لو منك اقسم بالله استندل من اول يوم. تعالي، عايزه اسالك على حاجه. اقعدي لي كده، قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين، مروان؟ اه مروان، شهم ولطيف، واخد باله منك، مرضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروه انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انت مش عايزه تروحي لزينب هانم ياخدك هو؟ مروه هو انت مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي يعني اصل انا عشان اختك برضو حبيبتك، يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشه كويسه وتشيلينا من الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فاكيد مش هتسيبيني لوحدي عشان اختك حبيبتك. اه يعني احنا مش من نفس الام بس من نفس الاب، وتربينا في نفس البيت، صح ولا ايه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروه، تصبحي على خير. الفقريه دي المصحف، انت مو طبيعيه، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجه. لا لا ابدا، ما فيش عطله ولا حاجه، اتفضل سعادتك. اه هو احنا ثانيه واحده. اتفضل. شوف كده عادل، مين اللي بيتصل؟ رقم غريب. ده ابو طلال. رد عليه رد عليه. ماشي. الو، ابو طلال، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله يا احمد بيه بس في اجتماع، يعني ممكن ساعه كده واخليه كلام حضرتك. لا البضاعه في ميعادها، في ميعادها هتوصل باذن الله، ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا لا لا، اصل احمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه. فال10 مليون حق البضاعه خليهم معاك، احتمال كمان ساعه كده ابعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل هنشوف، لسه هنشوف. لا حبيبي تأمرني ساعة واخليه يكلمك بإذن الله، بإذن الله. سلام يا أبو طلال، سلام يا حبيبي، سلام. ده أبو طلال. ماشي. آه احنا كنا عايزين نودع عندكم في البنك مبلغ كبير شويه. اوكي تحت امركم. انا متاكد ان انتوا بتقدموا خدمات مصرفيه عاليه، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع جهات كبيره في جميع دول العالم يعني. انا بس يهمني الدقه والسرعه. لا وهم أكيد أحمد بيه بيسمعوا عنك طبعا. طبعا غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحيه اطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، ده حاجه تطمن قوي. لا أنا متفائل أحمد بيه إن البنك ده بإذن الله يحوز رضا حضرتك، يعني بإذن الله. وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه، تعالى لي حالا عندي دلوقتي. اشربي يا خالة خليلة. كوبايه شاي يا ابني الله يرضى عليك. وعندك شاي لخالة خليلة.
أما سامحيني، سامحيني ابوس ايدك. ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع، عايزه ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه، والله العظيم كان غصب عني. كده يا ضنايا، دهون عليك امك كده. شفت المرمطه اللي انا فيها؟ يا اما والله العظيم انا ما كنتش عايز ارجع ايد ورا وايد قدام، هي دي كل المشكله. ليه يا ضنايا؟ خايفني اعايرك ولا سمعك كلام يزعلك؟ من ايام ما قلت زمان يا متولي حصل ايه؟ يا اما ما تقطعيش قلبي، انا بس ما كنتش عايز املك يخيب فيا، ما كنتش عايز كل ده يحصل فيك يا اما. هو املي ما خابش يا ضنايا، ده انا اتمرمطت وشفت الذل. لا يا اما مش هتشوفي الذل تاني. يلا خلي امي معايا، يلا امي على البيت، يلا يا اما. ايه يا اما ما تقطعيش قلبي، مالك؟ مش قادرة يا متولي، كنت فاكرة لما اشوفك روحي هترد فيا واقوم اجري زيك هون. مش قادرة اسلتولي. اما ما تقطعيش قلبي، ابوس ايدك يا اما، ما تخلينيش ارجع تاني يا اما. ترجع فين يا ضنايا؟ ندمان انك جيت ولا عايز تمشي؟ لا يا متولي، لا يا متولي، ابوس ايدك. لا يا اما، لا يا اما، لا يا ضنايا، والله العظيم ما هسيبك. انت ابن عمري حاضر وصاحبي حاضر. وحبيبي واخويا وسندي وعزوتي يا متولي. حاضر يا اما، والله ما هسيبك. يلا شدي حيلك كده واسندي عليا ويلا على البيت وارمي الزباله دي يا اما. اسند تاني يا متولي بعد ايه؟ يلا بقى يا اما، يلا والله العظيم لا نسيكي كل الايام دي. يلا سيبي الزباله دي يا اما وقومي. حاضر يا خليل، حاضر يا خليله. في حاجه ولا ايه؟ انت مش رخصك معاك؟ كله تمام. طبعا الفل يا فندم، احنا كله سليم وكله تمام. رخصك موجوده، بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح لنا شده كله. انت هتعلمنا شغلانه ولا لا ايه؟ يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. العربيه دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها ودي رخصة العربية. معاك عقد الايجار؟ هناك هو في المكتب، بس احنا كان عندنا مشوار انا واحمد فيعني استعجلنا معلش. العربيه دي متبلغ عنها ان هي مسروقه. مسروقه ازاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وانت تتاكد بنفسك ان احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اركن لي على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركن لي على جنب. وانت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورق بتاع معلش العربيه؟ احنا على جنب اهو. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطارية خلاص شطبت، بس إن شاء الله هجيب واحدة جديدة لما أنزل. على فكرة يا سمر، أنا جايلك النهاردة وأنا مش مبسوطة كده وملقلقة. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقول لي سألتي على سمر ولا لأ؟ قلت له لأ، قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تزوريها تشوفيها عاملة إيه. عمي ده شخص محترم قوي. على فكرة هو كمان بيقول لك لو احتجتي أي حاجة لازم تكلميه، وأنا عارفة بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك. سوس، أنا كمان بقول لك كده، لو احتجتي أي حاجة لازم تقولي لي. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. عارفة والله. مالك بتردي على قد الكلمة ليه؟ فيكي إيه يا سمر؟ سمر أنا ما بحبش أشوفك كده. وبعدين اللي انت عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي، وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. أي حد مكاني كان هيعمل أكتر من كده. لا، مش اي حد يعمل اللي انت عملتيه. انك تاخدي واحده لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها وتفضلي مستنيه معاها في المستشفى، مستنيه لحد ما باباها يجي، وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي، وده خلاكي السوس. يا شيخة والله أنت اللي مكبرة الموضوع. انا ولا مكبره موضوع ولا حاجه. بقول لك ايه رايك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش، وبعدين كاميليا مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين، على الأقل الحالة اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش، انا عندي اقتراح تاني احلى جدا. ايه رايك السوس تدخل اوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللول للنادي؟ مش قادرة والله. ايه ده؟ لا مفيش حاجه اسمها مش قادره، والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الاوضه ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي انا مش عارفه هعمل ايه، بس اكيد هعمل مشكله. يلا قولي لول، قولي لول. خلاص يا لول. قولي اوكي لول. خلاص يا لول. طيب فهمني يا عم جمال. والله يا كاميليا انا ما عارف اقول لك ايه.
بس اللي اقدر اقوله دلوقتي ان مبلغ المكافأة اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجة شغله معانا السنين الطويلة دي بعد مؤقت، يعني هتطلع مبلغ مش كبير قوي. اي حاجه يا عم جمال، اهو لغايه لما نتصرف بس ونشوف هنعمل ايه. والله انا ما عارف اقول لك ايه يا بنتي، بس يا كاميليا امسكي، خلي المبلغ ده يا معايا. نهار اسود، انت بتعمل ايه؟ اسمعي بس والله وبعدين ما بعدين يحصل نبقى ابدا. نتفاهم. يا عم جمال، ده انا شايلاك للعوزه والتقيله. انا متشكره قوي. العفو يا حبيبتي. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه. بقول لك ايه، مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ متجوزه؟ لا، ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها، ينوبك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. انت اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟ اتجوز ايه؟ دي بتقول لي يا عمي. طب وايه يعني؟ وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟ بقول لك ايه، ما تشتغلنيش، فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش، صدقني انت فرصه بالنسبه لها، فكر بس فكر. انت لك عندي بشرة كبيرة قوي يا معلم بلح. مش صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشرفوا عندك هنا قريب قوي. بجد احلى بشرة سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلاوه 100 100. حلاوتي يا معلم، ده اللحم متفي من خيرك. ها، اي امر تانية؟ لا استنى، عايز فلوس، ماني. هقول لك تروح فين والمين، وهتاخد حلاوتك 100%، وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. اوكي شان؟ تحت امرك يا معلم. رحنا في داهيه يا عم احمد، رحنا في داهيه. اسكت بقى، خلينا نفكر هنعمل ايه. تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه وزي ما انت شايف. عايزين نشوف نخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ ما انا قلت لك نشوف اي معرض نظيف ولا نتعامل مع اي ناس نضاف بدل الناس الزباله اللي انت جبت لنا لهم دول. احنا لا كنا ماشيين ورا ظهر ايديا. اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين، انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا العربيه المسروقه عربيه الظابط، اكيد طبعا الظابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفله علينا، انا عارف، انا حاسس بكده. الحفله النهارده علينا. يا اخي بقى ما تقعدش بقى تندم. لازم نتصرف. نتصرف. صباح الفل يا ست الكل. لا صباح ولا مسا، لا 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 لا. بقى انت امك تعمل فيا كده وانا اللي فاكراكي حبيبتي؟ لا يا اختي. والله يا خالتي، والله العظيم عاتبتها وقلت لها ما يصحش كده ياما، عيب. دي فضحتنا. معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق، لا ده انا كده اتبحترت كرامتي في الحاره. اعمل ايه يعني، هاجر؟ هو احمد مش هنا يا خالتي ولا ايه؟ لا 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 خالص، ما تجيبيش سيره احمد خالص. لا انا مش مطمنه. لا ده ابني الوحيد في الزيت كبدي، اجوزه ليكي ازاي وامك مش طايقاه؟ ده هو يا عيني طول الليل يا حبه عيني يقول لي ياما ازاي. انا ما اقدرش اقول لك لا، بس اديكي شايفه امها مش طايقاني. معلش يا خالتي عشان خاطري. لا ده كبير، اللي حصل ده كبير قوي. لا اوعي تفتكر انك هتشتريني بهديه ولا بشاله، انا مصممه. والله يا خالتي انا جايه وقلقانه موت. قلقانه من اللي امك عملته؟ لا طبعا، من كاميليا اللي عماله تلف وتدور حوالين احمد، وهو كمان طلع قاعد عندها، شكله كده عايز يرجع الميه لمجاريها. يا لهوي، وانا مستغنيه عن ابني؟ انت عارفه انها كانت مخطوبه قبل جوزها ده 1 أسبوعين ومات. يا نهار اسود. اي والله ده اللي حصل. دي بتاكل رجالتها بقى يا خالتي. طب وانا اعمل ايه دلوقتي واديكي شايفه الواد احمد خيل وجميل وهي حاطه عينها عليه، ازاي الحق الواد منها؟ خلاص يبقى نجوزها. نجوزها؟ نجوزها علشان بقى نقطع الحبال الدايبه دي من اساسها. ونجوزها مين؟ للحاج جمال، اهو طالع نازل عندهم من ساعه ما عبد العزيز مات. يا حبه عين امه، اتخطف وهو صغار. عبد العزيز يا عين الله يرحمه. اهو يلمها. بس مش كبير عليها شويه؟ كبير ده ايه يا خالتي؟ ويعني هي هتتجوز يعني علشان الجواز؟
اهو حد يلمها وخلاص. وما تزعليش مني، اهي ارمله. تصدقي يا بنت فكره. اي والله. خلاص انا هفتحه من بكره. ايدي على كتفك. لا وانت كمان عليكي الباقي. لا ما خلاص ابوهم مات وانا عمتها، كلمتي سيف على رقبتها. ماشي يا عسل. ماشي تتهني بيهم. الله يخليكي، بقول لك ايه، مش كل مره تيجي شايله وجايبه، انا بتحرج والله. السلام عليكم. وعليكم السلام.